إذا كانت هذه الخريطة صحيحة، فهذا يعني أنني على وشك اكتشاف أعظم الأسرار التي لم تكتشف من قبل. وادي الملوك، لكنه ليس كما تعتقدون. هناك شيء أكبر من مجرد مقابر. هناك شيء كهربائي. هذا ليس مجرد هرم، هذا شيء آخر، هذا شيء ينبض بالطاقة. نيكولا تسلا يقف في قلب الصحراء، محاطاً بأجهزة معقدة وأدوات غريبة. الشمس تشرق بشكل مبهر، وريح الصحراء تعصف حوله. إنه يلبس زياً غريباً وقد بدا عليه الإرهاق، لكنه مصمم على متابعة اكتشافه المذهل. في يده خريطة قديمة مكتوب عليها بخط غريب إلى جانب جهاز كهربائي مشبك به. صوته يأتي بلهجة حماسية. ماذا؟ هذا الرمز يبدو أنه يعبر عن تيار متناوب. إذا كان هذا ما أعتقده، فهذا يعني أن الفراعنة كانوا على علم بتكنولوجيا الكهرباء قبل 1000 عام. هذا ليس ممكنا. ولكن تسلا لم تكن وحدك في هذا الاكتشاف. أنت لم تكن لتكتشف هذا تسلا، إلا إذا كنت تمتلك معرفة قديمة، لكنك لا تعرف بعد مدى خطورة هذا الاكتشاف. من أنت؟ وكيف اسمي؟ أنا الحارس القديم لهذا المكان. أنا من علم الفراعنة كيف يستخدمون الطاقة وكيف يدمجونها مع الروح. أما أنت فقد وصلتك أسرار هذا العالم، لكنك لم تفهمها بعد. باكو وفندسبه. لقد وصلوا قبل وقتك يا تسلا. الفراعنة فهموا الكهرباء قبل أن تعرف أنت حتى كيف تعمل البطارية، لكنهم استخدموا هذه القوة في طقوس تتجاوز الخيال، وكان هذا هو السر الذي أخفوه. الشخص الغريب هو الكاهن الكهربائي، وهو شخصية خيالية تمثل آخر كاهن للمعرفة القديمة التي دمجت بين العلم والسحر. هو يبدو أنه كان يراقب تسلا طوال الوقت.